السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم بألف خير. بقالي كتير قوي ما صورتش، معلش متأسفة، انتوا عارفين انشغالات الحياة وزحمة الصيف وشغل وكده. آم، anyways، الفيديو دوت هيكون خاص بتوبيك الحجاب يعني الطرحة. جالي اتسألت قبل كده كتير بخصوص الطرحة يعني للسيدات المحجبات. آم، ورديت بريفلي لان هم في ناس عارفين ان في قانون اتعمل في كيبك. انا ساكنه في كيبك، عايشه في مقاطعه كيبك. فعملوا حاجه اسمها بيل 21 لوا 21. اعتقد سنه 2017 طبقوها من بدايه من صيف 2017، والله اعلم لو انا متذكره، او 2018. basically البيل دوت او القانون دوت معمول علشان to ban any religious symbols, the wear of any religious symbols. يعني ما ينفعش اي حد يلبس اي حاجه ترمز الى دينه. طبعا الحجاب، الكبه اللي هم التربن بتوع السيخ، الكروسيفكس اللي هو الصليب، حتى ممنوع اي حاجه ترمز الى دينك، تلبس اي حاجه ترمز الى دينك. ممنوع تشتغلوا في الببليك سيكتور، اي حاجه خاصه بالجفرمنت نفسها يعني. انا راكنه في العربيه، قاعده في العربيه كالعاده في الشغل، في دوشه حواليا، يا رب ما تكونش صوتها عالي زياده يعني. فده البيل فدوت متطبق في كيبك من سنه 2017 2018. اللي اوريدي بتشتغل وعندها وظيفه في السيكتور الحكومي ما تكرشتش، ما خسرتش شغلها، بس عليهم restrictions بان هم يتقدموا او يعني to be promoted. يعني لو انت مثلا مدرس، ان انت تبقى مثلا مدرس اول، تبقى وكيل، الحاجات ديت اللي هي يعني يتنطط في السلم الوظيفي، او ان انت تنقل من institution لانستتيوشن ممنوع. لكن ما كرشوش الناس اللي هم عندهم وظيفه من الوظيفه بتاعتهم يعني. أم في اماكن طبعا عندهم flexibility شويه في موضوع الحجاب في كيباك، ان لو الست عملت modification شويه، وانا اتكلمت عن دوت قبل كده اول ما انا دخلت مجال التدريس. طلبوا مني modification شويه، ان انا اغير شكل الطرحه، يعني يبقى شكلها مثلا بني، يبقى شكلها سبانيش، يبقى شكلها حاجه كده. لان هنا في ناس اللي هم مثلا مرضى الكانسر بيلبسوا حاجه على راسهم، على شعرهم، هي بيغطوا راسهم لان بيبقى شعرهم وقع. في كمان السيدات اللي هم بشرة السود يعني، بيلبسوا حاجات كتيرة على راسهم عشان يحافظوا على شعرهم ويعملوا ماسكات لشعرهم وحاجات زي كده، فما بيبقاش شكلها طرحة بس الشعر متغطي. في كمان هنا في كيباك عندنا جالية كبيرة من اللي هم اليهود الأرثوذكس أعتقد اسمهم، برضو دول سيدات متغطيين، بيلبسوا بواريك وبيلبسوا كفر على شعرهم، بس شكله مش حجاب بمعنى حجاب، يعني ما بتلفش على قدام. ففي فلكسبيليتي شوية من مكان لمكان على حسب مكان العمل. ده القانون الوحيد اللي موجود في كندا كلها، مفيش ولا مقاطعة تانية فيها أي قانون ضد المحجبات. وممكن تشتغل المحجبات في أي مجال ما يكونش خاص في الحكومة، ما يكونش وظيفة حكومية، أي مكان مش خاص بالحكومة فيه محجبات. مش معنى كده ان الاماكن الحكوميه ما فيهاش محجبات، لا فيها محجبات، انا محجبه، واي مكان بشتغل فيه بيقابلني واحده او اتنين محجبات غيري يعني. ف على حسب بقى كل واحد دخل الوظيفه ازاي، اللي بقالها كتير فما تكرشتش من وظيفتها. وعلى حسب ممكن في اماكن عمل عندهم فلكسبيليتي شويه، يعني مش مطنشين القانون تقدروا تقولوا، او مش بيطبقوه حرفيا، لان هم محتاجين العماله ديت ناس كواليفايد وعندهم شهاده وشاطرين في شغلهم، فصاحب العمل مش عايز يمشيهم يعني. ده بالنسبه لسؤال الحجاب، هل الحجاب ممنوع؟ بينظروا له ازاي؟ هل الست تقدر تتوظف؟ نعم، ما عدا اللي انا قلت عليه دوت بيل 21 في كيبك، في اي institutions حكوميه يعني ما ينفعش تلبسوا religious symbols. بالنسبه للمدارس، واحده قالت لي طب انا عندي بنتي وبنتي محجبه. القانون ده لا ينطبق على الطلبه في اي حاجه. لو بنتك في مدرسه، في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، في كوليدج، في جامعه، القانون دوت لا ينطبق على الطلاب، بس على الموظفين. و all over Canada بقيت كل المتقاطعات ما فيش حاجه اسمها قانون كده. السيدات بيشتغلوا في كل البابليك سيكتورز، في طالبات في المدارس عادي جدا محجبات من اول الابتدائي عادي جدا. انا بشوف اطفال صغيرين في الابتدائي هنا، باكستانيات، عربيات، اي كده، في ناس يعني جايين من بلادهم بطرحتهم، في بنات صغننين خالص لابسين الطرحه من هم صغيرين، ده عادي وبشوفه موجود عادي خالص، مش لا ينطبق عليهم القانون ده. اخر نقطه هقول عليها النقاب. سالني كذا حد، سالني على النقاب برضو، كذا سيده سالتني على النقاب. بصراحه انا ما اعرفش حد شخصيا منقب يعني عايش هنا، انا ماليش في دايرتي الصغيره، ما عنديش اي حد معرفه دايركت واحده سيده ترتدي النقاب يعني. انا متخيله ان هيقابلها صعوبات، لان هنا الكفر على الوش ده
يعني الناس مش بتتقبله بسهوله، يعني هيقولوا لك العيه عشان زي مثلا انت بتصوري الباسبور لازم تقلعيه تكشفي وشك عشان يصوروكي الباسبور كده يعني. فانا مش عايزه افتي في حاجه انا ما اعرفهاش، لكن انا متخيله ان هتواجهك صعوبات، مش ان انت تعيشي هنا لكن انك تتوظفي هنا، الا بقى لو عندك بزنس خاص او حاجه زي كده. بس والله اعلم يعني. ما عنديش معلومات ان انا اقدر ارد على السؤال دوت، عذرا يعني انا اسفه. بس كده انا حبيت اعمل فيديو مخصوص عن الحجاب. مش عارفه انا عملت فيديو مخصوص قبل كده ولا لا، بس انا عارفه ان انا في الاسئله والاجوبه كذا مره غطيت الاجابه على السؤال دوت، بس حبيت اعمل فيديو خاص بيه عشان لو حد بيعمل سيرش على التوبيك ده تحديدا يلاقي الرد يعني من حد عايش هنا وانا سيده محجبه. ف يعني يمكن يا رب يفيد حد اللي بيدور على المعلومه ديت تحديدا يعني. بس كده. ما تنسوش تكتبوا لي بقى حابين تشوفوا ايه. ساعات بتجيلي كده الحماس يعني، وببقى عايزه اعمل فيديوز بس ما عنديش توبيك معين، انا مش عايزه اطلع ارغي وخلاص صراحه، عايزه يبقى في هدف من الفيديو. فلو عندكم اي افكار، انا دلوقتي عندي ستاج ايفنينج ستاج في التمريض كالعاده، بس مفيش اي حاجه جديده افرجها لكم صراحه يعني. الا لو مثلا سوري في عربيه راجعه بظهرها وبتصفر تماما، ثواني. انا حبيت بس ارجع بفيديو خاص بتوبيك معينه زي ما قلت لكم. فلو عندكم اي افكار تانية او اي ريكوست حابين انتوا تسالوا سؤال معين او حابين تشوفوا حاجه معينه خاصه بالتدريس او بالتمريض في كندا او اي حاجه عايزين تشوفوها هنا في كندا عموما يعني، بليز اكتبوا لي في الكومنتس. انا بحب حابه اعمل فيديو تفيد حد يعني. ساعات بتجيلي الحماس وببقى عايزه اعمل شويه فيديوز، دلوقتي حاسه ان انا يعني يمكن يكون عندي شويه وقت ان شاء الله ان انا اصور افيو فيديوز، فاكتبوا لي حابين تشوفوا ايه. ان شاء الله هرجع تاني بالبيسك انجلش وذ اسما. عايزه اعمل برضو الفيديوز السريعه اللي هي دقيقه او دقيقتين عن شويه بيسك ثينجز في الكونفرسيشن للناس اللي عايزين يعملوا براكتس للغه بتاعتهم. بس كده ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.